السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي من جديد في فيديو جديد من فيديوهات تصنيع البوكيهات، بوكيه العروسة. يا رب يعجبكم إن شاء الله. ويكون سهل وبسيط. البوكيه ده أنا كنت عاملاه معاكم قبل كده بالخرز وباللولي وبالكريستال وبالألماظ وبالورد اللولي ده. هعمله معاكم بقى. أنا كنت عاملاه قبل كده، بس هو حجمه صغير شوية، عايزين نكبره شوية. فهو اتعمل وخلاص، وانا بقى مش عايزة افكه ولا كده، بس انا عايزة اكبر حجمه من غير ما افكه. هسيبه زي ما هو، واجيب بقى في التل ده بيجي تل معمول اورجانز بليسيه كده، مخصوص ده للبوكيهات. بتيجي كده باللفة. اللفة بتيجي في كيس زي ده كده. ممكن اللفة تتعمل لبوكيه، او ممكن لو بوكيه مش كبير قوي زي ده ممكن اللفة تتقسم 2. لكن لو بوكيه كبير ممكن لفة واحدة تبقى حلوة عليه. في اللي هو ده في خرز كده من الداير بتاعه من فوق. وفي من ده بينور، يعني في الاسود في الابيض. ده بينور برضو من فوق كده، من الداير بتاعه من فوق. يعني اهو في هنا جهاز اهو. ده البوكيه بيكون بينور كله من فوق كده بالجهاز الصغير ده. في صغير هنا هو اللي بيخليه يشتغل وبيخليه يقفل هنا. ده بيقلب كمان، بيقلب اشكال. في خلاص ده، وفي ده، وفي السادة ده. فانا هعمل معاكم السادة ده، لان هنا اللولي بما انه لولي مش محتاج نور ولا كلام من ده، ولا محتاج البهرجة دي كلها. فهبتدي الاول كده. دي طبعا خدتها نص واحدة. بجيب لو في كوباية طولها، بحط البوكيه في كوباية كده. بس انا جبت الكوبايه، لقيت البوكيه اطول من الكوبايه، فبياخد الكوبايه وبيقع. فانا لقيت البرطمان ده برطمان ازاز تقيل اهو، عشان بس يبقى ماسك البوكيه كده. هو البوكيه طوله بالظبط من جوه. هجيب بقى التل بتاعه اهو، وابتدي ان انا احطه حوالين البوكيه. يعني اهو البوكيه محطوط في البرطمان عادي اهو. هعمل كده، هلف اهي، وارجع يعني الف. امسك دي كده والف تاني كده. طبعا اظبط البوكيه بتاعي الاول اهو كده. اظبطها، احاول اخليهم يوصلوا بعض كده، يكونوا اهو وصلوا كده بعض اهو. خلاص كده. طبعا البتاع ده البوكيه مدفوس جوه هنا اهو، مدفون جواها. لا بس انا هعمل ايه بقى؟ هرفع كده اهو خلاص، وامسك كده بقى، نجيب التل بتاعي اهو. هعدله معاكم تاني اهو هحطه اهو والفه تاني حلو. هجيب التل اهو. انا عشان بس ده بس يا سما. عشان اهو هلف كده، همسك كده. ممكن الف البرطمان وخلاص كده. خلاص كده. انا عايزه بس اخلي التل بتاعي يوصل بعضه كده، يخلي دي قصاد دي كده اهي. خلاص كده اهي. همسك بقى كده، همسك البوكيه بقى. انا همسك الوردة اهي، اشيلها من البرطمان اهو كده. اشيل البرطمان خلاص اهو. هعمل كده بقى اهو. خلاص كده، شايفين كده. ممكن اعمل ايه بقى؟ هلمه كده. ممكن لو عايزة ارفعه هو كده حلو. لو عايزة انزله تحت، ارفع الورد لفوق شوية، او عايزة انزله تحت شوية. بس هو كده حلو قوي، مش محتاج لا يطلع ولا ينزل، كده كويس. خلي برضو الشغل ده
كده. خلاص كده شايفين شكل البوكيه اختلف خالص، يعني كده لو شفتوا قبل وبعد هتلاقوه اختلف خالص اهو. ننزلها نطلعها، بس احنا لا عايزينها طالعه ولا نازله اكتر من كده، كده كويس. بنمسك بقى من هنا اهو. معايا هنا شريطه، انا ممكن استخدم ابيض، انا اخترت الفضي. هعملها كده في يونكه هنا اهي، على مكان ما ايدي ماسكه كده، وهربط كويس قوي علشان الستان والبوكيه يكونوا ماسكين بعض كويس. اخلي الطول واحد طول بعض. اربطها جامد كده، اربطها جامد قوي. انا عايزه الطول يبقى ماسك البوكيه جامد عشان البوكيه ما يوقعش منها. خلاص كده هعمل بقى الفيونكه. ممكن اعملها بيضة عادي، وممكن اعمل واحدة بيضة وواحدة فضي عادي. ممكن اعمل معاها كمان واحدة بيضة لو انا حابة، بس هي كده هعمل واحدة بس كده وخلاص اهي. خلاص شايفين شكل البوكيه سهل وبسيط خالص. ان شاء الله انا هعمل معاكم بوكيه من ده من الاول خالص. هعمل معاكم لولي بس، او كريستال بس. هعمل معاكم بوكيهات تانية كتير من الخرز، اشكال كتير، وبرضه ممكن نعمل اشكال منها ندخل فيها الوان برضه ان شاء الله. طول ما احنا مع بعض كده هنخترع باذن الله، وهيبقى حلو ان شاء الله. فخلاص كده البوكيه بتاعنا خلص اهو. فكرة سهلة وبسيطة خالص، جميل ورقيق وشيك قوي وحلو خالص. وان شاء الله هعمله معاكم برضو بالورد البلدي العادي اللي هو الورد الصناعي. هعمله معاكم، مش لازم باللولي، يعني مش لازم نعمل ده باللولي. بنعدل كده الحاجة بتاعتنا اهي لو هي محتاجة تظبيط اهي. خلاص كده بتاعنا خلص، فكرتنا خلصت. يا رب تعجبكم، واستنوني في افكار تانية كتير، وسلام.